بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع معجزة جميلة جدا للقديس الشهيد أبو سيفين وأمنا إليني، بركة صلواتهم تكون معاكم ومعانا آمين. فبيقول الأستاذ صموئيل من القاهرة إنه كان دخل في مشروع مع إنسان تاني ودفع فيه كل فلوسه، على إن صاحبه دايما يديله بقية حسابه وفلوسه، لكنه قعد يماطل فيه ويحاسب ويقول له هديلك الفلوس بتاعتك، وهو كل يوم يبعد وما يدلوش حقه اللي هو دفعه في الأول. وكان ده في أكتوبر 1990، ودخل المكتب التجاري والسجل المدني وكل حاجة وخلص كل الأوراق هو على حسابه، لكن زميله ده قاعد يماطل فيه، حتى إنه لما دخل في حساب المقاولات والتجارة اداله كمان 11,000 جنيه من بداية المشروع من حسابه الخاص. ويدوب فات شهر واحد بس وابتدى زميله ده يعامله معاملة غريبة جدا، حتى انه اتهمه بالسرقة وقام بطرده من المكتب وعمل معاه احداث غريبة جدا على النقيض تماما غير الاول. ووصلت بيه الجراءة انه كمان رفع عليه سكين وطرده من المكتب واتهمه بسرقة فلوس من عنده، وده طبعا ولا استرد اي فلوس من الفلوس اللي اداهاله في اول المشروع وبدايته، وتنكر لده خالص وكأنه هو المظلوم مش ظالم. وبيقول لان اخلاقي ما تسمحش باللي انا شفته دوت، قلت انجب نفسي واسيب كل اللي انا دفعته وامشي من قدامه لأحسن يعمل فيا فعلا جريمة ولا يتهمني بتهمة صعبة. وناس كتير اقترحوا عليه ان يلجأ للاسم ونيابات عشان ياخد حقه من زميله النصاب ده، لكن قال انا سايب الحكاية دي في ايد الديان العادل وشفاعة القديسين امنا إريني وابو سيفين، وهم هيجيبولي حقي. وقال افتكرت المزمور اللي بيقول سلم للرب طريقك يجري ويخرج مثل النور برك، وحقق مثل الظهيرة، وانتظر الرب واصبر له. امين يا رب. وبعد 7 شهور من اللي حصل دوت، ان الشخص ده بذاته اتصل بيه بالتليفون وطلب مقابلته بسرعة جدا، فاستغرب وجاب معاه مجموعة من اصدقائه ومعارفه عشان اذا حصل في الامور يبقى معاه حد يسنده. وكان من ضمن المعارف دي كان واحد في امن الدولة، بس طبعا مرضيش يقوله عن شخصيته وعرفه ان هو واحد من المعارف بس على اساس يكون شاهد على اي واقعة ممكن تحصل. ودخلوا وسلموا على بعض وعرفوا على بعض، وفجأة قال له انت ليك كام في ذمتي؟ وقبل ما يجاوبه هو جاوبه وقال له انت ليك 21,000 جنيه زائد 2000 جنيه انت اديتهم لي في اول المشروع. فبسرعة طلع شيك وكتبه بالمبلغ لصاحب الامر ده، وقال له ان بعد 6 شهور من سيبانك الشغل معايا حصل امر عجيب معايا جدا، اني اصبت بمرض يؤدي الى الموت، وكمان اصبت بشلل نصفي، وكان بيجيلي في الاحلام على شبه رؤية رجل شاب جميل كده ومعاه امرأة، فكل يوم يظهرولي، وكان الشاب ده بيحمل سيفين في ايديه، وكانت الست اللي معاه بتقوله هو ده النصاب هو ده المجرم. فكان بيقوم الشاب اللي معاه السيفين بحط سيف في ظهري وواحد تاني في جنبي، وكان بيظل يعذبني طول الليل، وكان بيقوله قعدك ان انا هرد الفلوس اللي خدتها لزميلي صموئيل دوت وهديله كل حقوقه وفلوسه وكل حاجة اغتصبتها منه بالقوة. ولما استرديت صحتي شوية ورجعت ليا صحتي، قلت اول حاجة اعملها اتصل بيك واجيبك فورا على مكتبي ونصفي كل الامور اللي بينا. فقال له من فضلك ابعد الاتنين الشخصين دول عني لانهم بيعذبوني طول الليل وما بعرفش انام، وباجي مرهق جدا من الشغل وطول الليل ما بعرفش انام منهم ومن عذابهم معايا طول الليل، فارجوك وقفهم وقول لهم ما يجوليش تاني. فرد باستعجاب كده وقال لهم انا ما بعتش حد لا يعذبك ولا يهددك بالشيء. قال له ارجوك ابعدهم عني، وفضل يترجاه. والراجل قال له انا تحت امرك في اي شيء واللي انت عايزه انا هعمله لك دايما، لكن خلي الشخصين دول يبعدوا. ومشي الاستاذ صموئيل وهو منذهل جدا من اللي حصل، ان فلوسه كلها استردها
وبعد ما كان فاكر ان خلاص مش هيقدر ياخد فلوس اللي تعب وشيء فيها، والراجل دوت خدها كده وعايز ياخدها لنفسه، لكن شفاعة ابو سفين وامنا إيريني انقذته من الموقف الصعب ده وردت له فلوسه. وقعد يشكر ربنا من اجل القديسين الله اللي هم دايما واقفين في وقت الشدة معانا، ودايما ببركتهم وشفاعتهم ربنا بيسمع لصلواتهم وبيرد كل حاجة لأصحاب الناس اللي تعبت وشقيت فيها. بركة شفاعتهم وصلواتهم القديسة أمنا إيريني والقديس الشهيد أبو سفين وأمنا العذراء تكون معاكم ومعانا دايما يا رب. ما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح، ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي. واذكرونا دايما في صلواتكم، ما تنسوش الاشتراك واللايك من ايديكم الحلوين عشان القناة تعلى. واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم، وانا كمان هذكركم في صلواتي. ربنا يكون معاكم في اعمالكم واولادكم وبيوتكم وكل اللي بتدخلوا بيه باسم الرب يسوع، امين يا رب. واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم، امين.